السلام عليكم أحبائي، وصفتنا لهاي اليوم هي نوع من المرقة أو المرق اللي هي الفول الأخضر أو إحنا نسميها باقلة الخضراء. طريقة سهلة ولذيذة، وأكيد راح تتابعون الفيديو، وأكيد كل واحد إلها طريقته الخاصة، وأتمنى إن تجربون هاي الطريقة. تعالوا خلينا نشوف ما هي المكونات وما هي الوصفة لهذا اليوم. أول شي نبلش بسم الله. نحتاج كمية من الزيت اللي نحتاجها، بالإضافة طبعا المكونات أني أحاول أجهزها مسبقا حتى بقدر الإمكان نقصر من الفيديو ليكون لكم ممل. ضفنا هنايا حبة من البصل قطعناها على شكل مكعبات صغيرة. مجهزة البصل، مجهز الثوم، بالإضافة للحم. اللحم لازم ينسلق مسبقا حتى ينطبخ عندنا الفول أو الباقلة بنفس الزمن. هنا ضفت البصل وضفت الملح، وبالإضافة راح أضيف عندي هنايا الكركم الأصفر اللي احنا نحتاجها، وراح نحتاج طبعا كمية من فلفل الأسود. بس ما كان عندي بمقدار الكافي، أنا استبدلت كمية من الأسود ويا الأبيض حتى أقدر أراوص الطعم لهذه الطبخة. فهنا مثل ما تشوفون لونين عندي، الأبيض والأسود، فماكو أي إشكال، ضفت الاثنين. عندي هنا 4 حبات من الثوم اللي بارشته مسبقا. عندي هنا استخدمت أني لحم الغنم، مثل ما قلت لكم لحم الغنم أنا مسبقا جهزتها وسلقتها. قطعتها أول شي على شكل مكعبات وسلقتها. يكون أفضل نقطع اللحم على أحجام صغيرة. في حال استخدمتوا اللحم ويا يكون بعظم ماكو أي إشكال، بس قطعوها على شكل أحجام تكون صغيرة. إذا ما كان عندكم متوفر لحم تقدرون تستغنون عنه، أو في حالة تحبون الدجاج تقدرون تستبدلوها بالدجاج، ماكو أي إشكال. ضفت البصل والثوم واللحم، أتركها لمدة تقريبا 5 دقائق يا دوب بس يتعدي يتجانس اللحم ويا باقي المكونات. عندي هنايا ملعقتين من المعجون الطماطم. بالنسبة عندي هنا شفتوني أنا ملعقة كبيرة أخذت، بس هي بس بالحقيقة ملعقتين أخذتها بآن واحد. ضفت للمكون وأحمسها حمسة بسيطة حتى عندي أتأكد طعم المعجون كاملة تكون بها في الطعم خام، فلهذا أحاول أتخلص من عنده بهاي الطريقة. إذا في حالة عندكم المعجون يكون حسب الجودة اللي عندكم تقدرون تضيفوا له المعجون أكثر من ملعقتين. عندي هنايا ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة اللي راح أحتاج لضفتها. بعد ما عندي ضفت كل المكونات، عندي الشبنت أو الشبت يسموها البعض. عندي هنا كان بالفريزر مسبقا أني غاسلتها وخلتها بالمجمدة، فهسه اجى دور أنا استخدمها. أنصحكم تستخدمون الشبت التازة. ليش؟ لأنه طعم مختلف ويا الجاف. ضفت للباقي المكون حمسة بسيطة. أحمس عندي الشبت ويا باقي المكونات. بعدين راح أضيف المكون اللي هو الفول اللي استخدمت 400 غرام. مثل ما قلت لكم الفول اللي عندي مو طازج، أنا أخذته يعني ماخذته من الفريزر. خليتها على حجمها، ما قطعتها، حسب رغبتكم. إذا ما تحبون تقدرون تقطعوها على شكل شرائح أو تخلوها مثل ما هي. ضفت الباقي المكون وحمسة بسيطة. هم أخلي 5 دقائق زمن لحد ما عندي الفول ويا باقي المكون، أو عفوا الباقلة الخضرة ويا الباقي المكون يتجانس وينحمس بصورة صحيحة. بعد عندي ما تأكدت بأنه عندي هنا جهز، راح أضيف المكون اللي بعده اللي هو حبة من الليمون اللي أنا مسبقا حضرتها. وانصحكم أن حبة من الليمون تكون طازج، انتوا تاخذون الليمون تعصروها، ما تستخدمون اللي موجودة بالسوبر ماركتات أو ما أعرف إيش. حبة واحدة تكفي. ضفته وراح أضيف كمية من المي المغلي اللي احنا نحتاجها. بالنسبة لهاي الطبخة ما تحتاج زمن نخليها على النار ساعات، لأنه أساسا عندنا اللحم مسبقا جاهز. والباقي المكونات اللي هو الباقلة الخضراء هي أساسا من الفريزر، مو نقول موسمها، فياخذ زمن. بعد ما ضفت تقريبا 3 أكواب من المي أو أقل من المي المغلي، راح أخليها على حرارة قليلة لمدة 40 دقيقة لحد ما عندي يجهز كاملة. وأكيد راح تشوفون شكل النهائي. بالنسبة لهاي المرقة أو هاي المرقة أكيد راح تتناول ويا الرز. أنا أكثر الأوقات من أحضر مرقة أو مرقة مثل ما نقول، محتى المشكلة العراقي مالتنا لهجتنا غير لهجة احتمال مو الكل تفهمها، فدائما تكون وياها رز. بقى من يكون مرقة ما أصور الرز. ليش؟ لأنه مو بحاجة. أكيد تعرفون طبخة الرز وكيف الرز اللي نحن نقول مبزلة،
فأكيد تعرفون طريقتها، فمو إلا بالضرورة أن أصورها. فإحنا هاي المرقة أكيد راح نتناولها ويا الرز، وهاي بعد مرور 40 دقيقة وشوفوا الصوص أو شوفوا القوام اللي بقى من المي اللي إحنا ضفناها للمرقة مالتنا. وأتمنى إن تجربوها، وأتمنى إن عجبتكم هاي الوصفة يا ربي، وإن شاء الله يكون عليكم يوم سعيد، وتحياتي للجميع.